مرحبا بك. شكرا، بارك الله مبروك فيك. الانتصار للعداله بارك الله فيك. المغربي. لو انتصار. تقدم لنا نفسك. كولونيل العمري، رئيس الوفد المغربي بتونس. هذه تظاهرة رياضية مهمة جدا، والحمد لله العدائين كلهم عطاو واحد مجهود، نتيجة مزيانة. ورغم ان الجو كان شوية حار وكانت الرطوبة، ومع ذلك العدائين بذلوا مجهود كبير، والحمد لله ديك المجهود ديال التداريب وديال النصائح ما مشاتش هباء منثورا، وصلت عطات النتيجة والحمد لله. وهذا انتصار للرياضة بصفة عامة وللمنظمين في بلد تونس ولجميع المشاركين. وشكرا. كيف تقبلتم هذا الانتصار؟ فعلا الانتصار كان جميل جدا، وكان واحد الحافز لنصف الماراثون العسكري بالمغرب العربي وفي بلادنا المغرب. هل سيقع تنسيق في المراحل القادمة بين دول المغرب العربي في مثل هذه التظاهرات؟ فعلا كان هذا هو الموضوع ديال التشاور بين رؤساء الوفود الحاضرة من أجل الإقلاع بالرياضة بصفة عامة، وبهذا الرياضة ديال الماراثون العسكري بصفة خاصة. كيف رأيتم التنظيم في تونس؟ كان تنظيم جميل جدا ومحكم، وكانت الإقامة جيدة والظروف ملائمة لهذه التظاهرة، والبلد التونسي غني عن التعريف فيما يخص تنظيمات التظاهرات الرياضية، ليست أول مرة نزور فيها المغرب في إطار الرياضة. إن شاء الله مبروك. بارك الله فيكم. شكرا.